عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. حلقتنا النهارده هنتكلم عن اضطراب مهم جدا، الا وهو اضطراب الاكتئاب. في السنين الاخيره زادت حالات الاكتئاب جدا، وده نتيجه للاضطراب والمشاكل اللي احنا بنعيش فيها، وكمان اسلوب التربيه او اسلوب الحياه اللي احنا بنعيش فيه غلط، وان احنا كمان مش قادرين نتعايش ونتكيف مع المجتمع والبيئه المحيطه بينا، فبالتالي بيظهر اضطرابات نفسيه كتير ومن منها طبعا الاكتئاب. في حلقتنا بقى النهارده في الجزء الاول هنتكلم عن الاسباب والتعريف وكمان الاعراض وانواع الاكتئاب. تابع معايا عشان تستفاد اكتر. في البدايه عايزين نفرق بين حاجتين مهمين، هو الحزن والاكتئاب. كتير مننا لما بيحس بشويه زعل مثلا، او ان هو بيكون حابب ان هو يكون في عزله، او ان هو بيمتنع عن اكل، او ايا كان من شعور الزعل عموما، بيفضل يقول لنفسه او بيوهم لنفسه ان هو عنده اكتئاب. لا يا عزيزي، ده مش اكتئاب ولا حاجه، ده مجرد فتره حزن نتيجه لموقف معين، او مثلا صدمه معينه، او زعل معين، او مشكله حصلت، فبالتالي حصل الزعل دوت، وده مش اكتئاب. دي مجرد حاجات فترات مؤقته. اما الاكتئاب مش مجرد ان انت تحس بشويه زعل وفتره وتروح الحال، لا، ده الاكتئاب اعراضه بتفضل موجوده فتره طويله جدا عشان اقدر اقول ان الاعراض دي اعراض اكتئاب. وكمان لازم دايما بتبقى لها الاعراض دي اشد بكتير من مجرد شويه زعل، وتلاقي دايما بتبقى الاعراض دي بتعوق، او ان هو بتخليه تمنعه ان هو يقدر يعمل الشغل او الانشطه حتى البسيطه اللي هو كان بيعملها. وتلاقي دايما الاسباب صاحبها هو مش عارف ايه السبب الرئيسي ان هو يحصل له الاكتئاب. طب ليه بيتقال ان الاكتئاب احادي القطب؟ ببساطه ان الاكتئاب بيبقى ليه اتجاه سلبي واحد وهو الزعل الشديد، اما ثنائي القطب بيبقى ليه اتجاهين، اما سلبي اللي هو الزعل الشديد، او اللي هو الايجابي اللي هو المرح الشديد. برافو عليك. بعد كده هنبدا نتكلم عن انواع الاكتئاب واعراض كل نوع، واول اكتئاب هنبدا نتكلم عنه هو الاكتئاب الرئيسي. بعد كده هنبدا نتكلم عن اعراض الاكتئاب طبعا على حسب الدي اس ام 5 الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسيه. في الاول لازم نكون عارفين ان احنا لازم يكون عندنا 5 اعراض على الاقل، وان كمان مده الاعراض دي تستمر لمده لا تقل عن اسبوعين دون انقطاع ولا يوم، عشان نقدر نقول ان الاعراض دي اعراض اكتئاب. اعراض اصحاب النوع ده هو المزاج المكتئب معظم اليوم وكل يوم تقريبا، وتلاقي دايما عندهم قله الاهتمام والمتعه بالانشطه حتى اللي هم كانوا بيعملوها بشكل ملحوظ، وتلاقي دايما عندهم اما فقدان في الوزن بشكل كبير او زياده في الوزن، وهتلاقي موجود برضو من الاعراض بتاعهم وهي الارق اللي هو قله النوم او فرط في النوم. وكمان من الاعراض ان هو بيكون عنده فقدان للشغف وفقدان لطاقته كمان، وبيبقى عنده ضعف حركي وبطء في الحركه بتاعته، وكمان برضو بيبقى عنده ان هو شايف نفسه ان هو ملوش لازمه او وجوده ملوش فايده خالص، وان هو دايما محسس نفسه بالشعور بالذنب، وهو كمان بيفضل عنده مشاكل في التفكير، وساعات الافكار دي بتروح ان هو مثلا الافكار بالانتحار، وساعات برضو الافكار بتاعت الانتحار دي بتتطور وان هو ممكن يحاول للانتحار. الاكتئاب الرئيسي اكتئاب عرضي، يعني الاعراض بتاعته بتظهر لفتره معينه وبتختفي، والاعراض دي لو ما اتعالجتش خلال مده 5 شهور ممكن الاكتئاب دوت يتحول لاكتئاب مزمن. والاعراض بتاعته دي بتكون مثلا ظاهره نتيجه مثلا لحادثه مثلا او صدمه كبيره جدا، فبالتالي بيحصل له الاكتئاب. وفي النوع دوت لازم يكون عند صاحب النوع دوت لازم يكون عنده عرضين او اكتر عشان نقدر نقول ان هو عنده اكتئاب، وكمان لازم ان هو يكون موجود لمده 2 على الاقل عشان يكون عنده نقول ان هو عنده اكتئاب مزمن. ومن اعراض اصحاب النوع ده هو المزاج المكتئب معظم اليوم، وتلاقي دايما موجود عندهم اما فقدان في الشهيه وقله الاكل او الافراط في الاكل، وتلاقي برضو الارق في النوم اللي هو قله النوم او زياده في النوم عندهم، وعندهم ضعف في الطاقه وقله الشغف عندهم، وعندهم شعور بالياس، وبيبقى دايما عندهم قله احترام للذات وكمان تقدير للنفس. وثالث نوع هو الاكتئاب المبتسم، والاكتئاب المبتسم دوت بيبقى حاله نفسيه معقده جدا، لان صاحب النوع ده بيبقى عنده ان هو دايما بيهزر ويضحك وسعيد ومشاعر فرحه جدا، بس هو كل دوت عباره عن قناع بيخفي من وراه مشاعر الزعل والسلوكيات بتاعه الاكتئاب. من اعراض اصحاب النوع ده هو نوبات البكاء، وكمان الشعور بالغضب والزعل الدائم، لان هو حاسس دايما بالياس، وان هو يكون عنده شعور بالاحباط، وان هو تدني الذات، او ان هو عدم الاحترام بالذات، وكمان دايما حاسس بقله القيمه، وان هو وجوده ملوش لازمه. بعد كده هنبدا نتكلم عن اسباب الاصابه باضطراب الاكتئاب، ومن اول اسباب الاصابه عندنا هو الاسباب البيولوجيه، والاسباب البيولوجيه دي منها التغيرات الكيميائيه اللي بتحصل في الدماغ، زي مثلا تغيرات اختلال التوازن المواد الكيميائيه، واللي منها الدوبامين او السيروتونين.
وكمان برضو العوامل الوراثيه، يعني مثلا لو في حد في العيله كان عنده اضطراب الاكتئاب يبقى في بنسبه كبيره ان انت تتصاب بمرض الاكتئاب. وكمان برضو الامراض اللي هي الجسميه زي مثلا المرض اللي هو المرض القلب او الامراض السكري، في نسبه كبيره للناس اللي عندهم الامراض دي ان هم ممكن يتصابوا باضطراب الاكتئاب. تاني الاسباب معانا هي الاسباب النفسيه، واللي منها التعرض للضغوط النفسيه زي الضغوط اللي بتكون موجوده في الشغل او مثلا في الدراسه او في الحياه عموما. وكمان برضو التفكير السلبي وجلد الذات، يعني بفضل افكر افكار سلبيه عن النفس وعن الحياه، فبالتالي بيحصل الاصابه بالاكتئاب. وكمان برضو ان هو عدم احترام الذات او جلد او ان هو عدم التقدير للنفس واحباط نفسك دايما، ده برضو من اسباب الاصابه. وثالث الاسباب معانا وهي الاسباب الاجتماعيه، واللي منها العزله الاجتماعيه وان هو مفيش اصلا عنده علاقات كتير، وبالتالي بيبقى بالنسبه له مفيش دعم اصلا ولا من الاهل او من الاصدقاء. وكمان برضو مشاكل العلاقات اللي هو مثلا زي العلاقات اللي هي المعقده او العلاقات اللي هي التوكسيك والسم، دي طبعا بتبقى سبب من اسباب الاصابه بالاضطراب الاكتئاب. وكمان برضو الضغوط الاجتماعيه والثقافيه زي مثلا المشاكل اللي بتكون موجوده في الفقر او التنمر، او ان هو مثلا بيبقى خلاف سقف التوقعات، هو مثلا متوقع حاجات هي غير واقعيه، يعني خلاف المبادئ او خلاف الحياه الاجتماعيه اللي هو بيبقى عايش فيه، فبالتالي بيحصل تصادم بين الحاجتين دول وبيحصل بالنسبه له الاضطرابات اللي هي اضطراب الاكتئاب. ومن النظريات المفسره للاصابه بالاكتئاب هي النظريه التحليليه لفرويد، اللي شايفه ان اسباب الاصابه هو الصراع الداخلي اللي بينشا بغير وعي بين الرغبات المكبوته، ان الانسان فيه رغبات بيبقى عايز يعملها، وبين ان هو خوف من العقاب، هو مش عارف ينفذ الرغبات دي. وكمان برضو ان هو الشعور بالحزن، ان هو مثلا بيحس بحزن او فقدان مثلا حد عزيز عليه، فبالتالي بيحصل له الاكتئاب، سواء الحزن ده كان رمزي او حقيقي. وكمان برضو الانطواء عن الذات، ان هو بيكون مثلا بيكبت المشاعر بتاعه وما بيحبش يعبر بيها عن اي حاجه، فبالتالي بيحصل له الاكتئاب. والتاني نظريه والنظريه المعرفيه السلوكيه، اللي شايفه ان الافكار السلبيه هي اللي بتسبب في الاصابه بالاكتئاب، زي مثلا الفرد اللي بيبقى عنده نظره تشاؤميه للحاضر بتاعه والمستقبل. وكمان شايفه ان الاشخاص اللي هم بيصابوا بالاكتئاب دول بيتجنبوا ان هم يجربوا تجارب جديده، فبالتالي ما بيحسوش ان هو متعه او ان هو الشعور بالايجاب نتيجه التجارب اللي هي المختلفه. وكمان برضو شايفه ان الاكتئاب دوت ما هو الا سلوك غير فعال او تعلم سلوك غير فعال، فبالتالي حصل الاكتئاب ان هم ما اتعلموش ازاي يتعاملوا مع المواقف الصعبه، فبالتالي حصلت المشكله. ثالث نظريه ونظريه التعلم الاجتماعي، اللي بتركز النظريه دي على التعزيز السلبي. يعني شايفه ايه؟ شايفه ان النظريه دي ان لو اي حد مثلا الطفل من صغره اتعلم ان هو ما يتجنب المواقف الصعبه، فبالتالي مش هيحس ولا بضيق ولا هيحس بقلق، فبالتالي هيفضل يكبر على ان هو يتجنب المواقف الصعبه جميعا، فبالتالي بيعزز ان هو يحس بالاكتئاب او ان هو يصاب بالاكتئاب. وكمان برضه بتركز على النمذجه، ان الاطفال بيتعلموا من اللي حواليهم، يعني مثلا لو الاب او الام دايما بيتهرب من المواقف الصعبه او ان هو يتعرض ان هو المواقف دي، فبالتالي الاطفال هتكبر على ان هو يحسوا او ان هم يقلدوا الشعور ده او السلوك ده. علي النعمة انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. كده يكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من اضطراب الاكتئاب. يا رب يكون استفدتم واستمتعتم بالحلقه. انتظرونا في الجزء الثاني من الاكتئاب. سلام.